السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم اجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا. طلاب الصف الثالث ثانوي الشعبة الأدبية، أهلا بك يا حبيب قلبي في الفيديو الأخير عندك في الباب الأول. إن شاء الله هنشرح لك النهاردة درس الانحدار. درس الانحدار هو الدرس الأخير عندك في الباب الأول، وإن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيديو لم المنهج كله، لم الباب الأول كله. هيبقى فيديو مراجعة سريعة كده على الباب، هنشرح لك فيه كل التفاصيل تاني من الأول، وكمان هنحل لك كم أسئلة كبير جدا وأفكار كتير جدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. يعني ايه الانحدار؟ اول حاجه يا سيدنا هي حاجه اسمها معادله خط الانحدار. طب الانحدار ده اصلا لازمته ايه، ولا معادله خط الانحدار دي لازمتها ايه؟ ببساطه هي معادله خط الانحدار دي هي حاجه عملناها للتنبؤ بقيمه س والتنبؤ بقيمه ص. ازاي؟ يعني المعادله الاول عندنا اسمها ص بيساوي أ زائد ب س. لو لاحظت المعادله هتلاقي موجود فيها الصاد وموجود فيها السين. طيب اول حاجه الالف اللي موجوده قدامك ده اهي، الالف دي الجزء المقطوع من محور الصادات. يعني ايه؟ تعال هقول لك. دي الجزء المقطوع من محور صاد. يبقى الالف معايا هي الجزء المقطوع من محور صاد. طب الب ده اللي هو الميل. لو انت فاكر الميل ده كان ممكن يدي لي زاويه ويقول لي هات الميل، فالميل بيبقى ظاظ زاويه، وممكن يدي لي نقطتين ويقول لي هات الميل واقول له فرق الصادات على فرق السنان. ممكن يديه لي جاهز يقول لي الميل اللي هو كذا. طيب الميل ده بحدد بيه ايه؟ الميل ده اهو لو اشارته سالبه يبقى العلاقه معايا طرديه، لو اشارته سالبه يبقى العلاقه عكسيه، طب لو اشارته موجبه يبقى العلاقه طرديه. يعني الاشاره بتاعت الميل ده اهو هي اللي بتحدد لي والله العلاقه دي طرديه ولا عكسيه. يبقى الب دي عباره عن ايه؟ الجزء بتاع السينات وفي نفس الوقت هو الميل. يبقى انا كده عرفت المعادله دي بتتكون من ايه، والصاد دي اللي هي الصاد اللي هي في النقطه عادي، والسين دي اللي هي السين. يبقى انا كده عرفت، بمعنى ان هو ممكن يدي لي الصاد ويقول لي هات السين، وممكن يدي لي السين ويقول لي هات الصاد. يبقى انا فايده معادله خط الانحدار دي ايه؟ التنبؤ بقيمه صاد وسين. طيب الب ديت عشان اجيبها اكيد ليها قانون، والالف عشان اجيبها اكيد ليها قانون. طب قانون الب ده بيساوي ايه؟ قانون الب، بص تعالى نكتب لك قانون الب اهو يعني واحده واحده كده لوحدنا عشان ايه احفظه لك زي ما بيقولوا. البي دي اللي هي ايه؟ والله البي دي بتساوي ايه يا عمنا؟ شرطة كسر. فاكر قانون بيرسون؟ قانون بيرسون كنا القانون بيساوي ايه؟ ن في مجموع س ص ناقص مجموع س في مجموع ص. نفس البسط بتاع قانون بيرسون، يعني نفس اللي فوق هو موجود في الب فوق، اللي هو ن في مجموع س ص ناقص مجموع س في مجموع ص. يبقى انا كده عرفت ان البسط بتاع ب هو نفس البسط بتاع بيرسون. تحت بقى في ايه؟ مش كان في بيرسون في جذرين، جذر للسينات وجذر للصادات؟ لما كنت بقول لك جذرين اخوات، جذر سيناتي وجذر صاداتي، قلت لي قلت لك هاخد اللي تحت الجذر السيني بس. مش كان اللي تحت الجذر السيني ن في مجموع السين تربيع ناقص مجموع السين الكل تربيع؟ قلت لي ايوه. يبقى انا كده عرفت ان البي هي قانونها هو نفس البسط بتاع بيرسون، والمقام بتاعها هو نفس اللي تحت الجذر الاولاني اللي في مقام بيرسون. تمام؟ لو فاكر قانون بيرسون وحفظته في الموضوع بالنسبه لك دلوقتي هيبقى سهل. تمام؟ طب الالف دي قانونها ايه؟ الالف دي قانونها يعني سهل جدا، مجموع ص ناقص ب في مجموع الس على ن. مجموع ص ناقص الب في مجموع س على ن. واحد قال لي على فكره بقى انا ما ينفعش اجيب الالف غير ما اروح اجيب الب الاول. قلت له صح. طب الب معتمد على ايه؟ معتمد على نفس الجدول بتاع بيرسون. مش انا كنت عشان اجيب قانون بيرسون بروح اعمل جدول كده عشان اجيب منه السين والصاد والسين تربيع والصاد تربيع ومجموع السين صاد والسين صاد في بعض ومجموع كل ده عشان احطه في القانون؟ قلت لك قلت لك يعني الب معتمده. لو جاب لي مساله وعايز الب او عايز معادله خط الانحدار، هو معادله خط الانحدار عشان اكونها لازم اروح اجيب اللهم صل على سيدنا محمد، لازم اروح اجيب ايه؟ لازم اروح اجيب الالف والب عشان احطهم في المعادله. طيب يبقى انا كده عرفت ان الب دهيت هي دايما معامل خط الانحدار، والالف ده هي الجزء المقطوع من الصادات. يعني لازم اللي لازق في السين على طول هو المعامل خط الانحدار. يعني ممكن يغير لي، يعني ممكن يجي يقول لي معامل خط الانحدار في المعادله التاليه هو مثلا الف، ما تروحش بقى تقوم كاتب لي الف من ناحيه لوحدها، لازم الالف هو اللي يبقى لازق في السين.
يعني هي دي المعادله العامه بتاعته. انما لازم في معادله خط الانحدار اللي لازق في السين هو معامل خط الانحدار. صلينا على النبي، اللي هو الميل، اللي هو انا هتنبأ بيه بالاشاره واعرف من خلاله العلاقه طرديه ولا العلاقه عكسيه. طيب زي ما قلت لك، ليه اللي بنستخدم معادله خط الانحدار دي؟ اول حاجه التنبؤ بقيمه ص اذا علمت قيمه س، يعني اعرف قيمه ص اذا علمت قيمه س، وممكن هو يدي لي الصاد واجيب انا ساعتها الس. تمام. تاني حاجه بيقول لك تحديد مقدار الخطا الذي يحدد من العلاقه التاليه. ايه مقدار الخطا ده؟ مقدار الخطا ده هو بيقول لك هو عباره عن القيمه الجدوليه ناقص الصاد هات. القيمه الجدوليه دي اللي هي ايه؟ اللي هو فاكر الجدول اللي احنا كنا بنشوفه في بيرسون او سبيرمان او اي حاجه، الارقام اللي بتبقى فيه بقى ناخد اي قيمه منها، دي القيمه الجدوليه. والصاد هات دي اللي هي الصاد بتاع المعادله اللي قدام دي، اطرح دي من دي. وخلي بالك ان العلامه ده اهي، العلامه ده اهي اللي محطوطه الناحيه دي والناحيه دي، دي علامه اسمها القيمه المطلقه. القيمه المطلقه دي انا بعمل بيها ايه؟ القيمه المطلقه دي لو اللي جواها سالب طلعه موجب، لو اللي جواها موجب طلعه سالب. يعني ايه؟ يعني لازم اي رقم جوه القيمه المطلقه دي يطلع بموجب، مفيش حاجه اسمها يطلع من جوه القيمه المطلقه دي رقم بسالب. طب تمام، تعال نروح نحل الاسئله كده ونشوف. بيقول لك المعادله الاحصائيه لمعادله خط الانحدار حيث ب معامل الانحدار. قال لي ان الب معامل الانحدار اهو، خلاص بقى يبقى الب في مكانه عادي. لازم معامل الانحدار قلت لك هو اللي يبقى لازق في السين، فراح اكتب ا س زائد ب. لا هنا الب لوحدها، الب مش معامل انحدار كده. ص ه بيساوي ا زائد ب س، الب لازقه في السين اهيت، يبقى دي معامل الانحدار، يبقى دي صح. دي الصاد ا زائد ص، لا الب هنا لوحدها ما ينفعش، صاد الب لازقه هنا في الصاد وهي المفروض في السين، جايب لك 2 صاد في المساله، ده غلط. يبقى قال لي كذا معامل الانحدار، يبقى لازم معامل الانحدار ده يبقى لازق كده، لازق في السين. تمام. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك اذا كانت معادله خط الانحدار هي ص ه بيساوي 7 ناقص 8 من 10 س، فان قيمه ص المتوقعه عند س بيساوي 5. يعني ايه؟ والله العظيم هو بيقول لي ص بيساوي 7 ناقص 8 من 10 س، بيقول لي قيمة ص المتوقعة عند س بيساوي 5. يعني شيل السين وحط الخمسة وهات لي الصاد. ازاي؟ هو قال لي الس بيساوي 5، بيقول لك قيمة ص المتوقعة عند الس بيساوي 5. يعني انا عايز عشان اجيب الصاد يا جماعة بالراحة، انا عشان اجيب الصاد دي المجهول الوحيد الثاني معايا في المسألة اللي بعوزه السين. طب هو ادالي السين، خلاص بقى هات الصاد، عوض عن السين في المسألة وهات الصاد. يبقى الصاد بتساوي 7 ناقص 8 من 10 في السين هنا مديها لي بكام؟ ب5. تروح تعمل على الحاسب، او 7 ناقص 8 من 10 في 5، كل ده هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 3. يبقى الصاد هتطلع معايا بتساوي 3. هو من الاخر ادالي السين وعايز الصاد، اروح اشيل السين واحط القيمه اللي هو مديها لي واجيب الصاد. تمام. بيقول لك اذا كانت معادله انحدار ص على س هي ص ه بيساوي 2 س زائد 3، وكانت قيمه ص الجدوليه عند س بيساوي 5 هي 4.6 من 10، فان مقدار الخطا في قيمه ص بيساوي. مقدار الخطا هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن القيمه الجدوليه ناقص الصاد. طيب هو اول حاجه انا عايز الصاد، انا عايز الصاد دي. هو تعالى كده نكتب قانون مقدار الخطا. مقدار الخطا وبعدين اشوف انا محتاج فيه ايه. مقدار الخطا انا قايله لك فوق هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن علامه القيمه المطلقه فيها ايه؟ القيمه الجدوليه ناقص الصاد، صح؟ يبقى انا كده عشان اجيب مقدار الخطا محتاج القيمه الجدوليه. والله الراجل محترم وقال لي فايه، وكانت القيمه الجدوليه هي 4 و6، مدي لي القيمه الجدوليه ناقص اعرف ايه عشان اجيب الصاد. قلت لي طب انا اجيب الصاد ازاي؟ قلت لك ما هو الصاد مديك معادلته اهو. انا عشان اجيب الصاد محتاج ايه؟ محتاج السين. قلت لك الراجل محترم اكتر واكتر واداك السين اهي، يعني هروح احط السين في المساله واجيب الصاد. تعال نحط السين في المساله. بيقول لك الصاد بتساوي 2 من 10 س. شيل السين بقى وعوض مكانها. هو قايل لك عند السين بيساوي كام؟ عند السين بيساوي 5. 2 من 10 في 5 زائد 3. حط دي على الآلة الحاسبة اهو، 2 من 10 في 5 زائد 3، يبقى يطلع معايا كام؟ 4. الصاد بيساوي كام؟ طلعت معاك؟ طلعت معايا 4. جبت الصاد
روح بقى حطه في هات القانون، هات مقدار الخطأ. مقدار الخطأ بيساوي ايه؟ القيمة الجدولية، ادي مقدار الخطأ بيساوي القيمة الجدولية اللي هو قايلها لي ب4.6 ناقص الصاد اللي انا مطلعها ب4، كل ده جوه القيمة المطلقة عشان يطلع معايا بالموجب. 4.6 ناقص 4 هيطلع معايا 6. يبقى مقدار الخطأ عندي هو 6. عملت ايه؟ والله انا هكتب القانون. مقدار الخطأ هو القيمة الجدولية ناقص الصاد. القيمة الجدولية هو مديها لي في المسألة، فاضل الصاد. اجيبها ازاي؟ والله العظيم انا مديلي المعادلة ومديلي السين اللي هعوض بيها في المعادلة، رحت عوضت بالسين في المعادلة، جبت الصاد، حطيت القانون، طرحت دي من دي، طلعت لي مقدار الخطأ هو 6. كلام جميل، كلام جميل. بيقول لك إذا كانت معادلة خط الانحدار هي ص بيساوي 3 ناقص س، فإن نوع الارتباط بين المتغيرين س وص يكون طرديا ولا لا يوجد ارتباط ولا منعدم. ببساطة أنا مش قايل لك اللي بيحدد نوع الارتباط طردي ولا عكسي معامل السين اللي هو معامل خط الانحدار. يعني لو إشارته سالب يبقى هو طردي، لو إشارته موجب يبقى هو عكسي. قلت لي آه. قلت لك طب وهو هنا ايه؟ قلت لي مفيش معامل اصلا. قلت لك يا غبي، ما هو لما ما بيبقاش كاتب هنا حاجه بيبقى المعامل واحد. طب اللي قدام السين هنا موجب ولا سالب؟ قلت لي سالب، يعني كده العلاقه ايه؟ عكسيه. يبقى كده العلاقه عكسيه. ليه؟ لان الاشاره معامل خط الانحدار اللي هو الميل عكسي. طب لو الاشاره دي موجب يبقى كده العلاقه هتبقى طرديه. يبقى اللي بيحدد هو طردي ولا عكسي الاشاره اللي هنا ده، الاشاره اللي لازقه في السين، اللي هو معامل خط اللي بيبقى قدامها معامل خط الانحدار، اللي لازقه في السين، عشان ممكن يعكس لك يجيب لك الثلاثه الناحيه دي، مش الاشاره اللي في النص وخلاص. تمام. بيقول لك يسمى المتغير المطلوب تقديره في معادله خط الانحدار. المطلوب تقديره ده اللي هو ايه؟ المتغير. هو يعني ايه المطلوب تقديره؟ لو انا قلت لك مثلا قدر لي س بتساوي 3 زائد ص، يبقى اللي انا عايز اقدره هنا ايه؟ السين اللي قدام اللي يساوي. فاي متغير مطلوب تقديره هو المتغير اللي قدام اللي يساوي اللي انا بكون عايز اجيبه. فالمطلوب تقديره ده اللي هو بيبقى الصاد ده بقى بيبقى مستقل ولا تابع ولا طردي ولا عكسي. اي متغير يا جماعه، اي متغير تلاقي مثلا بيقول لك السين بتساوي 3 زائد ص، يبقى السين دي دايما التابع، لان هي بتتغير على حسب الصاد. يعني مثلا لو قال لك السين بتساوي 3 ص، تمام، يبقى دايما ده اهي التابع، التاني ده اللي جوه المستقل، يبقى اللي قبل اللي يساوي دايما بيبقى التابع. يبقى هو بيقول لك المطلوب تقديره هنا هو عباره عن ايه؟ متغير التابع. بص احفظها عشان مش هقعد افهمها لك، لان دي بتاع بياخدها العيال بتوع ابتدائي. فالمتغير اللي هو الصاد دايما يا جماعه ده التابع. بيقول لك اذا كانت جميع النقاط في شكل الانتشار على خط مستقيم ميله سالب، فان معامل الارتباط بين س وص يساوي. بالراحه بقى، بالراحه، دي حته كده ايه صايعه. بيقول لك اذا كانت جميع النقاط في شكل الانتشار على خط مستقيم ميله سالب. تعالى كده تعالى بص الحته دي. بيقول لك على خط مستقيم، على خط مستقيم. لو انت فاكر في شكل الانتشار لما كانت كل حاجه على خط مستقيم واحد كنا بنقول العلاقه دي تامه. تمام. انا كده عرفت لحد دلوقتي قبل ما اكمل، انا واقف لحد هنا اهو، قبل ما اكمل انا عرفت ان ده ايه؟ لا اما طرد تام لا اما عكس تام، لان هو بيقول لك على خط مستقيم واحد. فاضل اعرف طرد تام ولا عكس تام. بيقول لك ميله سالب. بدال الميل سالب لسه قايل لك فوق الميل ده اللي هو معامل خط الانحدار او الجزء المقطوع اللي جنب الجزء المقطوع من السينات. فقلت لك دايما لو الميل سالب يبقى العلاقه عكسي، لو الميل موجب يبقى العلاقه طردي. طيب انا كده عرفت ان هو ايه؟ انا اول حاجه عرفت ان خط يعني على خط مستقيم واحد يبقى العلاقه دي تامه. دي اول حاجه عرفت تامه. فاضل اعرف طردي ولا عكسي. قال لي ميله سالب، والله بدال سالب يبقى العلاقه دي عكسيه. يبقى كده الارتباط عكسي تام. عكسي تام لو انت فاكر خدناها في فيرسون وايه؟ قلت لك لو واحد، مش قلنا لك معامل الارتباط دايما بنحصر بين واحد وسالب واحد؟ قلت لي اه. قلت لك الواحد ده طرد تام والسالب واحد ده عكس تام اللي هو اقوى حاجه، لا اما الواحد طرد تام ده اقوى حاجه والعكس تام ده اقوى حاجه اللي هو السالب واحد. طب هو دلوقتي انا عارف ان هو تام وعكسي، يبقى هو كام؟ سالب واحد. خلي بالك الرياضه يا جماعه لازم تترجم كل كلمه فيها، كل كلمه ومديها لك، ما بيديهالكش كده جدعانه منه، ده بيدي لك كل كلمه بيديها لك هي وراها حاجه، وراها لعبه. الرياضه اصعب ما فيها اللعب بالالفاظ، فخلي بالك. بيقول لك في معادله خط الانحدار ص على س، ص بيساوي ب س زائد أ.
واذا كان معامل س اقل من الصفر. يعني ايه معامل س اقل من الصفر؟ شايف اللي هي الب، يعني ايه اقل من الصفر؟ يعني رقم سالب، مش الصفر في خط الاعداد اهو، مش ده خط الاعداد، ده الصفر. الاقل من الصفر سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، واللي اكبر من الصفر الواحد، الاتنين، التلاتة. قلت لي يعني اللي اقل من الصفر دايما هو رقم سالب. بيقول لك وكان معامل س، معامل س اهو اقل من الصفر. انا عارف ان معامل س ده الميل، فهو اللي هيحدد لي العلاقه طردي ولا عكسي. اقل من الصفر يبقى العلاقه عكسي، يبقى الرقم سالب، يبقى العلاقه عكسي. فبقول لك فان الارتباط بين المتغيرين س وص يكون عكسيا يا باشا، لان انت اللي اقل من الصفر، فالعلاقه فالرقم هيطلع سالب، الميل سالب. بيقول لك اذا وقعت النقطتان، ركز بقى في الفكره دي عشان حلوه. بيقول لك اذا وقعت النقطتان 11 ونص و10 و6 ونص و5 على خط انحدار ص على س، فان الارتباط س وص يكون. قلت لك اللي بيحدد لي الارتباط طردي ولا عكسي اشاره الميل. لو الميل بسالب يبقى الارتباط عكسي، لو الميل بموجب يبقى الارتباط طردي. طيب انا لو مديني نقطتين، قلت لك في الاول لو مديك نقطتين بتجيب الميل ازاي؟ قلت لك والله انا عندي قانون بيقول لي ان الميل لو في نقطتين هو عباره عن فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات ده اللي هو ايه؟ اللي هو اطرح الصادات من نقطتين. الصادات فين؟ اهي. فرق الصادات اللي هو ايه؟ 10 ناقص 5. فرق السينات اللي هو ايه؟ 11 ونص ناقص 6 ونص. 11 ونص ناقص 6 ونص. ويلا نشوف على الآلة الحاسبة. 10 ناقص 5 على 11 ونص ناقص 6 ونص هيطلع معايا 1. يبقى الارتباط كده ايه؟ اشارته موجب، يبقى الارتباط طردي. طب لو كان طلع معايا مثلا سالب 1، سالب 8 من 10، سالب 6 من 10، اي سالب، يبقى الارتباط عكسي. فانا عملت ايه؟ هو والله مديني معلومه اقدر اجيب منها الميل. الميل هو فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات على فرق السينات، طرحت الصادات من بعض وطرحت السينات من بعض، طلع معايا 1. يبقى كده الارتباط ايه؟ الارتباط طردي. ولو كان جاب لك طرد تام، هو طرد تام، بس هو ايه؟ هو عايز طرد ولا عكسي. بيقول لك اذا وقعت النقطتان 2 و8 و7 و3 على خط انحدار ص على س، وكان الارتباط تاما، فان معامل الارتباط الخط بيساوي. هو عايز معامل الارتباط. يعني ايه معامل الارتباط؟ يعني حاته. معامل الارتباط ده اللي هو ايه؟ اللي هو الميل. عشان ايه لك معامل الارتباط ده اللي بيلزق في السين، اللي هو الميل. معامل الارتباط، تعال نجيب معامل الارتباط اللي هو الميل. الميل انا قلت لك هو بيساوي ايه؟ بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. اطرح يلا الصادات من بعض. 8 ناقص 3، اطرح يلا السينات من بعض. 2 ناقص 7. 8 ناقص 3 بكام؟ ب5. 2 ناقص 7 بكام؟ بسالب 5. 5 على سالب 5 هيطلع معايا سالب 1. يبقى معامل الارتباط بتاعي سالب 1. بيقول لك اذا كانت جميع النقاط في شكل الانتشار تقع على خط مستقيم واحد. نفس المعلومه، ساعه ما اشوف المعلومه ده ايه اعرف على طول ان الارتباط ده تام. عايز اعرف بقى طردي ولا عكسي؟ يلا نكمل. فان معامل الارتباط بين المتغيرين يمكن ان يساوي. والله العظيم انا ما اداليش معطى اعرف بيه طردي ولا عكسي، بس كل المعطى اللي اداهولي اللي هو تام. تام ده يا عم ماجد انت لسه قايل لي التام ده لا اما 1 فتام طردي، لا اما سالب 1 فتام عكسي. مستحيل يديلي الاثنين مع بعض في الاختيارات. فانا اروح اجيب انت 1 او سالب 1 يا عم. لا انت 1 او سالب 1. لا انت سالب 1. حبيب قلبي تعال. يبقى دي الاجابه الصح. يبقى هو بدل قال لي معلومه زي دي وما قاليش طردي ولا عكسي، يبقى هيدي لي واحد من الاثنين في الاختيارات، يا اما سالب 1 يا اما 1. فتروح تختار اي واحده منهم عادي. بس كده خلصنا. هو يمكن الدرس كان بسيط، يعني الدرس بسيط بقدر الامكان. هو مش درس، هو درس حاجات بسيطه. وان شاء الله الحصه الجايه تبقى حصه مراجعه على الباب كامل بكل تفاصيله، يعتبر هنشرحه بالاول وهنحل عليه افكار مسائل كتير جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.